يا رب، في يوم الجمعة نسألك أن تبعد عنا كل شيء يؤذينا، وأن ترزقنا فرحة تنسينا كل ألم مررنا به. اللهم اجعلها جمعة جبر خاطرة وتيسير للأمور، اللهم آمين. ايه زيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده الجمعة، يا رب يجعلها جمعة مباركة علينا جميعا، ويكتب لنا فيها الخير، ويكتب لأيامنا الجاية الخير بإذن الله، وييسرها يا رب علينا وعلى كل المسلمين. ابتديت اليوم بان انا شربت كوبايه نسكافيه في السريع جدا. بعد كده حبيت ان انا اصلي صلاه الضحى كده، واقول الاذكار سريعا، لان خلاص فاضل حوالي يعني تلت ساعه او نص ساعه على اذان الظهر، وهي اذكار الصباح ميعادها من الفجر لحد صلاه الظهر. فكمان حضرت المصحف جنبي عشان اقرا سوره الكهف بما ان النهارده الجمعه. فصليت ركعتين الضحى، وبعدين ابتديت ان انا اقرا الاذكار، وبعدين قريت سوره الكهف. سوره الكهف سريعه جدا يا جماعه، مش هتاخد مننا وقت، تقريبا من 13 ل 14 صفحه، فمش هتاخد معانا 5 دقايق. ابتديت بعد كده بقى ان انا ارتب اوضه الاولاد. انا كنت عايزه ارتبها امبارح، بس قلت ارتبها النهارده بقى. فالنهارده ما عنديش حاجات كتير ان انا اعملها، فابتديت ان انا اغير فرشه السرير بتاعه اوضه الاولاد، وارتب لهم الاوضه بتاعتهم. طبعا زي ما انتم شايفين كانت مكركبه ازاي، انا فتحت لهم التلفزيون عشان خاطر اعرف اعمل الحاجات اللي انتم شايفينها دي. طبعا الالعاب بتاعتهم في كل حته، والدنيا بصوا متكركبه ازاي. ده كده ولا حاجه، يعني هما بيعملوا اكتر من كده. فده كان قبل ما ارتب السرير. فدلوقتي بقى ان انا رتبت السرير، هجمع كمان الالعاب بتاعتهم دي، وهكنس الارض كويس قوي، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا بعد ما خلاص رتبت لهم الالعاب بتاعتهم وكنست الارض، كان عندي بس الغساله بتاعتي كنت بغسل فيها، فهي خلصت دوره الغسيل بتاعتها. طفيت الغساله وطلعت الغسيل، وقلت ان انا انشره كده عشان الحق التوقيت اللي احنا فيه ده، خلاص بيبقى توقيت شتاء والدنيا بتمطر في اي وقت. فاحاول ان انا انجز واستفاد شويه، يعني في النهار كده ان الغسيل بتاعي ينشف بسرعه. فاخدته كده عشان انشره. بعد كمان ما نشرت الغسيل، حبيت ان انا احط بخور بقى، بما ان النهارده الجمعه ومن طقوس يوم الجمعه هي البخور. كمان غيرت كده سريعا كده، اخدت لكم لقطه كده في السريع، غيرت فيها ديكور المكان بره. هبقى اوريه لكم باذن الله بقى بفيديو لوحده كده، ديكور شتوي جميل خالص، غير مكلف نهائي يا جماعه خالص. فنرجع تاني للاوضه بتاعت الاولاد. انا بعد ما رتبتها خلاص وظبطتها، انا بحط للبنوته عندي العرايس بتاعتها كلها كده، بحطها لها على الكومودينو، بما اني مش بحط عليه اي حاجه لان هم صغيرين، بخاف ان هم يتاذوا لو حطيت اباجوره او حطيت اي حاجه. فامانا ليهم يعني مفضيه الاوضه من اي حاجه. بصوا بقى، من التركات الحلوه في اوضه الاولاد ان انا فرشه لهم زي بطانيه كده، واخداها من جدتهم. بطانيه هي عندها مش بتستخدمها، فانا يعني طلبتها منها وهي عطتها لي. بفرشها على السجاده بتاعتهم. سبحان الله هي جده يعني، جايه على قد السجاده بالظبط، عشان تحافظ على السجاده من هم بياكلوا بقى ويشربوا عصايه بسكوتات اي حاجه، هم بيلعبوا تبقى السجاده نظيفه. من الحاجات الجميله برضو التركات تانية في اوضه الاولاد اللي هي فرقت معايا، منظمات الالعاب. يعني ايه منظمات؟ ما تشتريش منظمات، ممكن منظمات المطبخ بتاعت التلاجة اللي عندك، علب قديمه اي حاجه. انا نظمت فيها زمان، شفتوا كده المكعبات في علبه والحيوانات في علبه وكل حاجه في علبه. عندي كمان الجردل ده بتاع الدهانات، انا غسلته كويس ونضفته كويس. حطيت في واحد فيهم العربيات، للولد عندي بحب العربيات جدا، معظمها طبعا متكسر بس ما بيرميهاش. والحاجات التانية حطيت فيها زي المحافظ القديمة، البنات عندي بتحب تلعب بيها، التليفونات بقى بتاعتهم، الكور، المعالق والشوك وادوات البحر والكلام دي، هم بيحبوا يلعبوا بالحاجات دي. فطبعا كل حاجة متنظمة كده في حاجة لوحدها، فهم لما بيحبوا يلعبوا بحاجة بياخدوها يلعبوا بيها. وساعات طبعا بيكبوا كله على بعضه، بس من الحاجات الحلوة لما اكون قاعدة معاهم اقول لهم انتوا هتلعبوا بالحاجة دي، يلا نجيب المكعبات بس نلعب بيها، فيبقى سهل علينا، الدنيا تبقى مترتبة. طبعا الدولاب برضو انا منظماه بالمنظمات بتاعه المطبخ. يعني مثلا انا مرتبه فوق الاطقم بتاعتهم اللي بنفرشها على السرير، وكمان بصوا العلبه الصغيره دي حاطه فيها الشرابات. المنظمات كمان الصغيره ديت انا حاطه فيها توك وحاجات للبنوته. وعندي منظم اللي هو الشفاف ده كان بتاع الجبنه. يعني بصوا استغلوا اي حاجه عندكم في البيت واعملوا منها منظمات. كنت مرتبه للبنوته عندي الحاجه بتاعتها في اللي هي المنظمات اللي هي الصغيره دي بتاعت المطبخ، حاطه فيها التوك بتاعتها، مفيش اي مشكله.
وحاطه طبعا كل جزء لوحده، يعني كل واحد ليه هدوم لوحده. المنظمات بصوا دي سهله جدا بصراحه، بتحافظ على نظافه المكان وان انت تسحبي الحاجه ما توسخيش اي حاجه تانية. العلبه الكبيره دي كانت علبه بتاعه يعني ادوات برضو للمطبخ وكده، بس هي انكسرت فانا استخدمتها في الدولاب انظم فيها الدولاب. الضرفه التانية حاطه فيها البطاطين، وكمان حاطه فيها الهدوم بتاعتهم اللي بتحتاج تتعلق، زي مثلا هدوم الخروج، الجاكيتات، الفساتين او الكلام ده. فالمنظمات من احلى الحاجات اللي انت ممكن تستخدميها في كل حاجه. يعني منظمات المطبخ دي زي ما انت شفتوا نظمت فيها الالعاب، وكمان نظمت فيها الهدوم بتاعتهم. فرتبت الدنيا وخلتها الحمد لله جميله ونظيفه وزي الفل. بعد ما خلصت اوضه الاولاد، وكمان بعد ما خلصت كمان الغدا وريتكم الافكار دي كلها، كان جه وقت اذان العصر فصليت العصر الحمد لله. وكمان ما تنسوش يا جماعه اذكار المساء، اذكار المساء واذكار الصباح من الحاجات الجميله جدا اللي بتضيف راحه نفسيه جدا على واحد، وبتديله بركه في يومه وفي حياته، وبتحافظ عليه من اي شر او اي اذى يمسه من انس او جن او اي حاجه. فهي من الحاجات الجميله، وذكر الله طبعا من احلى الحاجات اللي احنا المفروض نعملها. انا حاولت اقربها لكم عشان لو عايزين تعملوها سكرين شوت. ويلا بينا نشوف بقى الفكره اللي هنعملها بغرق الجردل بتاع الالعاب اللي كنت حاطه فيه الاولاد بتاع الدهانات. اخدت الغطا بتاعه، هعمل بيه فكره روعه جدا. هنفذ معاكم الفكره في الفيديو ده، وان شاء الله ان شاء الله في فيديو تاني هقول لكم بقى هنعمل بيها ايه. بصوا ده بقى غطا الجردل بتاع الدهانات اللي انتوا شايفينها، اللي انا حطيت فيه الالعاب بتاعه الاولاد. طب غطا الجردل هنعمل بيه ايه؟ هنعمل بيه فكره لذيذه جدا. الفكره مش هقول لكم بقى هنستغلها في ايه، بس انا هوريكم بس هنعمل بيه ايه. جبت مسدس الشمع بتاعي، وكمان جبت الشريط اللي هنشتروه من عند بتاع الخردواتي، اللي هو الراجل اللي بيبيع مثلا الخرز والكلام ده، مش عارفه بتقولوا عليه ايه، بس بيتباع بالمتر. هو رخيص جدا، عارفين البتاع اللي هو شكل اللمعه ده بيتباع بالمتر ورخيص مش غالي يعني. انا مش فاكره بصراحه كنت جايباه بكام. المهم هبدا ان انا اقصه كده والزقه بعد كده بمسدس الشمع على الاطراف بتاعه الغطا بتاع الجردل اللي انتوا شايفينه ده. هلزقها كده سريعا. قصيت كده كل صفين جنب بعض، وهبتدي ان انا الزقهم على الغطا من فوق. الفكرة دي بقى اصلا يعني جات لي لما شفت صور لحاجات كتير كده، منتجات كتير بتكون غالية، فعملتها بالطريقة دي. كمان بقى اي برطمان عندك او كوباية قديمة مش بتستخدميها تقدري ان انت تعمليها برضو كده، اعمليها عشان هقولك برضو على الفكرة الحلوة اللي هنعملوها ان شاء الله مع بعض، وهنقول لكم استغلتها في ايه في فيديو جاي. فتابعوا وما تنسوش تشتركوا في وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل اول باول على القناه. اشوفكم في فيديو جديد على خير. هقول لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي على فكره الغطا الجردل ده هنستخدمه في ايه.